السلام عليكم. تشاهدون معنا هذا المحلل التونسي الرفيع المستوى في تحليلاته، يقول بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة العربية التي تخافها أمريكا والكيان الصهيوني وتحسب لها ألف حساب. ونقول لك حاجة أخرى، ما فماش شكون يقلق الكيان الصهيوني وأمريكا قد الجزائر. الجزائر من جهتها الجزائر تتحرك لتفعيل الصيغة التنفيذية للقرارات. ما سألتوني قبل قلت لكم الجزائر راهي أفعال مش أقوال. أفعال. نعم. الجزائر تتحرك لتفعيل الصيغة التنفيذية لقرارات العدل الدولية بشأن كيان العدو، وتبون يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن. بين الخارجية الجزائرية قال بأن الجزائر أخذت علما بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وأصدر الرئيس الجزائري تعليماته لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن هذه الإجراءات. سماح، أنا سأغامر. إذا كان فما دولة أعرفها عن قرب ويعني زيارات متعدة للجزائر واتصالي بمسؤوليهم وبقواتهم المسلحة يجعلني أغامر وأقول هذه الدولة هي دولة أبية، دولة ذات عندها مبادئ لا تحيد عنها، حب من أحبه وكره من كره. الجزائر منذ اليوم الأول، منذ بدأت القضية الفلسطينية وهي ترعاها وواقفة معها بكل ما أوتيت من قوة. ولكن الجزائر ربما شكون قال لا الجزائر هي وحكومتها هي قبل كل شيء تؤمن بالأفعال وليس بالأقوال. الأقوال اللسان ليس هو عظم والكلام سهل، لكن المواقف هي التي سيسجلها التاريخ. وهذا الموقف بالذات، يعني لما انقضت الجزائر على الفرصة هذه وحملت الأمر برمته إلى مجلس الأمن، هذا موقف سيسجل الجزائر العظيمة، لأني كما قلت لك موقف الجزائر بعد قرار محكمة العدل سيسجله التاريخ. نعم. وأنا قلت لك رأي عديد الزيارات وفي أعلى مستوى. كان لي شرف أني معناها زرت الجزائر وتحدثت مع مسؤولين في أعلى مستوى، ضباطهم الكبار في أعلى مستوى، وكلهم على موقف واحد. كل شيء ممكن يتاجروا، كل شيء ممكن، لكن بالنسبة للفلسطينيين هو موقف ثابت. وبالعكس الجزائر البعد الجغرافي معناها جعلها هكا نوعا ما هكا، لو كان تقريبا كانت تكون امور اخرى، لكن البعد الجغرافي ورغم هذا الجزائر وضعت معناها نفسها في وقت ما على أهبة يعني التصدي لهذا العدو. ونقول لك حاجه اخرى، ما فماش شكون يقلق الكيان الصهيوني وامريكا قد الجزائر. ودينو كل كلمه اقولها، اذا كان ثم شكون دوله عربيه الان معناها بالحق تقضع مضاجع الوحد. لو هناك دولة عربية اليوم نعم تخيف الكيان الصهيوني وامريكا بالذات، الكيان الصهيوني وامريكا، فهي الجزائر. ما لقاش معها حل فقط، ما لقاش معها حل، يعني جربت كل شيء، جربت المؤامرات، لكن الجزائر صامدة، ويعني قوتها المسلحة وحكومتها في تناغم تام. وأقول أن هذه الدولة معناها تستحق التقدير ورفع القبعة، لأني أعرف، وخاصة ما ننساوش حاجة أخرى، ما ننساوش 40 مليون جزائري كلهم على قلب رجل واحد. وأنا أحييهم من هذا المنبر، لأنهم الشعب الجزائري ما تلقاش فيه واحد فقط معناها كلهم نفس الموقف وكلهم على القضية الفلسطينية.